وبرضه معانا مداخلات المستمعين النهارده، مستنيين مداخلاتكم على تليفونات 25776053 25756967 وعلى الفيسبوك صفحة جهاد جريشة بالعربي والانجليزي. موضوعين مهمين ومعاها منتظرين مداخلتين مهمين معانا من خبراء معانا يتكلموا معانا على استعداد مصر للموسم الجديد تحكيميا وعلى القائمة الدولية. موضوعين كبار بنتكلم فيهم النهارده: القائمة الدولية ومشاكلها كل سنة، 7 حكام ساحة، 7 حكام مساعدين، حكام فار، كرة خماسية، كرة شاطئية، كرة نسائية. ده بيتم اختيار ممثلين أو سفراء مصر في المحافل الدولية. الفترة دي بيتبعت في آخر 9 قائمة دولية لحكام مصر، اللي لازم يتحط لها معايير ومعايير واضحة وتعلن. ده اللي بقوله عشان ننهي المشكلة بتاع كل سنة. مشكلة كل سنة بنتكلم فيها وبنقول إن فيه مجاملات، وفيه وسايط، وفي ناس بتتدخل، وفي مسؤولين بيتدخلوا عشان اختيار القائمة الدولية. بيحصل. السنة اللي فاتت كان عندنا مشكلة كبيرة في موضوع السن 45 سنة، وده موجود يا جماعة في الاتحاد الدولي. إذا كان الحكم اللي موجود عندك تخطى 45 سنة، تخطى 45 سنة ويقدر يكمل ويشارك في المحافل الدولية ولائق بدنيا وفنيا وذهنيا، من حقه يكمل. عملوا السنة اللي فاتت ايه؟ غلطوا وشالوا محمود عاشور وشالوا محمد حسن. محمود عاشور من حكم الفار، اللي هو حاليا من افضل حكام الفار في قاره افريقيا، وشالوا محمد حسن وطارق وحد تاني من قائمه الخماسي، طارق سامي. والاتحاد الدولي رجعهم تاني بقرار الاتحاد الدولي ان الناس دي احنا محتاجينهم، فانتوا كمصر مش عايزينهم، لا احنا نرجعهم. رجعوهم تاني رغما عن لجنه الحكام الاتحاد المصري والاتحاد المصري. مش عايزين نغلط الغلط ده تاني، مش عايزين نمشي وضد التيار. احنا في الاول والاخر نحط مصلحه مصر واسم مصر قدامنا عشان نبني حاجه محترمه. هنتكلم كلام كتير عن التحكيم. معايا ومعاكم نجم من نجوم اسكندريه، حكم درجه اولى سابق في حكام اسكندريه، ومحلل تحكيمي حالي وشغال في الاعلام وحاجه محترمه جدا، سعيد حمزه. صباح الخير عليك ومشرف ومنور. طبعا كده يا كابتن جهاد، تحياتي ليك والمذيعين ومستمعين اذاعه الشباب والرياضه، الاذاعه الرائده في الرياضه المصريه. سعيد، طبعا بنتكلم عن استعداد حكام مصر ورأيك إيه اللي بيحصل في الاستعداد حاليا. انا عارف انت يعني بتتكلم كلام محترم جدا عن لجنة الحكام والناس اللي موجودة في لجنة الحكام، وده يهمني اسمع برضو الصورة إيجابية منك، وايه اللي حاصل في الاستعداد لحكام مصر للموسم الجديد. هو يا كابتن جهاد، لازم نعرف ان التغيير اللي تم والدماء الجديده اللي ضخت التحكيم المصري عملت ابديت للتحكيم المصري، والوجوه العفنه اللي كانت بسبب تدمير التحكيم المصري على اكثر من 20 سنه. الحمد لله ربنا خلصنا منهم. طبعا يعني سعيد بس انا عايز اقول لك على حاجة. بس احنا كل الناس كلها لها كل تقدير واحترام، احنا بنتكلم في الاخر كلنا بنخدم عشان صالح مصر. احنا اتفضل. بنتكلم عشان صالح مصر. انت عارف، لا انا ابغى شيء الحمد لله. تمام. ترفعت ان انا اكون في لجنه الفار حتى دوت شاهد عليه كابتن سمير عثمان. كابتن جمال علام كلمني وما ردتش عليه، قال لك كابتن سمير يتوسط عشان ارد عليه عشان اشتغل في لجنه الفار، ورفضت دوت. تمام. مش عايز اشتغل في التحكيم، عايز اخدم التحكيم وانا بره. دايما طول ما انت بتترفع عن المنصب، طول ما انت هتخدم التحكيم لصالح مصر. لكن لو كل الناس بتتكالب على المنصب وعلى الكرسي، فده بيبقى عشان مصلحه شخصيه ليه، مش عشان خاطر صالح التحكيم وعشان خاطر مصر. وده طبعا انا شايفه فيك وشايفه في سمير، شايفه في الناس المحترمه، ان ماشيين على نفس الخطى. الجيل الجديد بتاعنا الجيل المحترم. لازم ننوه بقى ان في جيل جديد. طبعا توفيق السيد، محمد فاروق، مع هند الالفاظ. الناس دي عملت ريفريش للتحكيم، طلعوا وجوه جديده، طلعوا حكام اسكندريه، حكام الصعيد. كان على مدار 20 سنه مرت كان عندنا عزب حجاج، وجيج احمد، عصام عبد الفتاح، السيد مراد. الناس دي كانت لها ناس معينه، وزي ما بيقولوا لهم دولاب بتاعهم، رجالتهم. دول اللي كانوا محتلين التحكيم المصري. عشان كده ما كانش في حكم في كاس العالم. ولو قلنا جهاد جريشه كان حكم في كاس العالم، فجهاد جريشه مصر كلها لما عارفين ان محدش زق وراه كان بمجهوده. بالعكس، جهاد جريشه اتحارب من عصام عبد الفتاح في كاس العالم بعد ما خلاص السن القانوني وده اتلغى. وكان يعني عرقله ليك يا جهاد يا جريشه، ولازم اقول دوت مش مجامله ليك، مصر كلها تعرف ان انا مش بجامل حد. كان المفروض تلعب
تلعب 2 كاس عالم، ولكن عشان ما تبقاش زي اكتر من طبعا فتاح تم المقصله عليك وانتهى عصر جهاد جريشه من كاس العالم. ايه الجديد بقى اللي احنا بنتكلم فيه؟ ده المهم، ده المهم. عايز لا، خلينا نتكلم، خلينا سعيد، خلينا نتكلم في حاجات محدده عشان بس يعني جمهورنا والناس اللي بيسمعونا. انا هتكلم في الجديد اهم حاجه. اي بالظبط، خلينا نتكلم بايجابيه، خلينا في الجديد الايجابي، الاستعداد السنه دي والناس ماشيه ازاي. اتفضل. ان انا اهم حاجه في التحكيم المصري زي منتخب مصر، ايه المغزى والهدف التارجت بالنسبه له اللي يوصل كاس العالم. صحيح. انا بالنسبه لي كحكم التارجت بتاع لجنه الحكام ان انا اوصل حكم لكاس العالم. ده حقيقه. ايه اللي انت عندك دلوقتي البوينت، النقط اللي انت ممكن تشتغل عليها؟ عايز حكم سنه صغير، عايز حكم مؤهل فنيا بدنيا، عنده سي في الاتحاد الافريقي، عنده علم كويس يقدر يجيب التحكيم المصري. احنا عندنا رقم واحد في القائمه الدوليه، هنتكلم بقى في القائمه الدوليه اللي هي اهم حاجه اللي بتوصل كاس العالم. اتفضل. في القائمه الدوليه يا كابتن جهاد جريشه الحكم ابراهيم نور الدين رقم واحد في مصر. تمام. تخيل بقى لو لجنه الحكام دي اللي احنا بنساندها حطت ابراهيم نور الدين رقم واحد تاني في مصر، ايه اللي يتم؟ لا، هو المفروض بعد نهايه الموسم اللي فات في تقييم كامل للحكام الموجودين بالاداء اللي في الموسم اللي فات، وبالتالي نختار بشفافيه. اتفضل. اتفضل. الحكم الدولي ابراهيم نور الدين المصنف رقم واحد في مصر بالظبط كده، بقاله سنه لم يدير اي مباراه في الاتحاد الافريقي. تمام. من مباراه 15/10/22 مباراه الترجي بولند النيجيري لم يدير اي مباراه حتى الان. تمام. فانا دلوقتي عندي اثنين الحصانين اللي انا براهن عليهم. عندي كاس العالم اللي هي تعتبر المصنفه لكاس العالم الكبيره، محمد معروف في الارجنتين ادى مباراه هائله، يمكن الوحيد اكثر واحد لعب مباريات، وشفنا انعكس على اداء محمد معروف في المباريات اللي ادارها سواء الاهلي والداخليه، الاهلي والمصري، الداخليه واسوان، الماتش الهبوط. حقيقي. انا اتكلمت فيه حتى على العام، واتكلمت مع معروف وبعت له رساله واتكلمت معاه بشكل شخصي. تمام. هو ده معروف اللي احنا بنتمناه، ده معروف لو مشيت على وزن ممكن هيحط لك في افريقيا مش في مصر. تمام. فانا شايف ان رقم واحد بين اثنين حكام النخبه ايه هو امين عمر. تمام. هو امين حي المحترف الوحيد. صحيح، لسه هقول لك امين حقيقي. الوحيد المحترف امين عمر. صحيح. انا عندي حصانين بلعب عليهم، ما ينفعش العب على حصان واحد، ده مش من علم الاداره، ده سوء الاداره اللي انت تلعب على واحد زي ما كان بيعمل عصام عبد الفتاح واعوانه. تمام. انا يبقى عندي محمد معروف امين عمر اثنين يخشوا السباق اللي يوصل كاس عالم. مصر كسبت حكم في كاس العالم، كلنا اللي هيروح كلنا وراه. طبعا. صحيح. بالنسبه لنا سواء واحد مش هيفرق معانا مين اللي يروح، اهم حاجه اسم مصر. تمام. انا دلوقتي بحذر وبنبه وبتمنى كل يعني بالشياكه تترجى وبالتحذير، عشان احنا مش هنسكت على اللي هيحصل لو ابراهيم نور الدين راح رقم واحد، وبتمنى عشان يبقى احنا بنأمل حاجه لمصر. تمام. محمد معروف، عندك امين عمر، واحد من الاثنين رقم واحد ورقم اثنين، عشان دول يبقوا الواجهه بتاعت مصر. زي اللي حصل معاك، كنت المفروض تبقى رقم واحد، خلوك رقم ثلاثه عشان يبعدوك عن القائمه الدوليه او عن ترشيحك لكاس العالم. فانا دلوقتي بنبه جمال علام وبترجى لجنه الحكام، بقول لهم رقم واحد واثنين زي ما تحطوهم بالنسبه لنا سواء امين عمر محمد معروف. ما تقوليش بقى البنا على عيني وراسي، حكم كبير وحكم محترم وحكم هايل، تصنيفه ايه في افريقيا؟ ده اللي انا بقى بعدله. انا بتكلم عن حكم مرشح لكاس العالم في القائمه الدوليه. تقول لي البنا اقول لك ساعتين كلام في مصر. طيب سعيد ماشي خلاص، وجهة نظرك تحترم في موضوع القائمة الدولية. خلينا نتكلم في استعدادات الحكام السنة دي، او لجنة الحكام السنة دي عشان الموسم الجديد. انت شايف اللي بيحصل دلوقتي، او رئيس نادي الحكام مش موجود الاجنبي؟ ما انا بتكلم، عايز اتكلم في ده، عايز اتكلم في نقطة ان احنا دلوقتي بنتكلم في استعدادات الحكام للموسم الجديد. انت رأيك ايه؟ انت عندك القائمه الدوليه، عندك معسكر يوم 24. تمام. 24 دوت الاتحاد الدولي الفيفا هو اللي مشرف على هذا المعسكر. تمام. ما ينفعش يبقى في مصر ما فيش رئيس لجنه حكام موجود ومعسكر الفيفا موجود. صحيح. لازم يبقى في رئيس
رئيس لجنه حكام بريرا هرب بقى الفندق، ما دفعوش فلوسه، قعدوا المديرين الفنيين المنتخب الاولمبي والمنتخب الاول في الفندق وهو مشوه. دي حاجات هم يحلوها. ولكن انا دلوقتي عندي 3 مرشحين للجنه الحكام: سمير عثمان، ياسر عبد الرؤوف، جهاد جريشه. مع الترتيب مش هيفرق معانا الترتيب مين، ولكن احنا بنقول اسماء مرشحه في اتحاد الكوره. لابد لو بريرا فعلا سافر وزي ما هم بيقولوا راح الاقصر واسوان. طبعا احنا في شهر 8 ما فيش حد بيسافر في الاقصر واسوان، يعني في الاجانب بيروح شهر 8، ناس بتروح شهر 1 وشهر 2. فلو المعلومه دي مش صحيحه ولازم تسافر لازم تحط النقط على الحروف. يا كابتن حازم امام، انا بوجه الكلام لكابتن حازم امام عشان هو المشرف على لجنه الحكام. يا كابتن حازم امام بعد اذن حضرتك لازم يبقى في رئيس لجنه حكام قبل يوم 24 تتعاقد بقى مع الكابتن سمير عثمان، مع ياسر عبد الرؤوف، مع جهاد جريشه، مع حمد الالقاب. دي حاجه كما يتراءى لجنه الحكام ال3 اضافه قويه لكرسي لجنه الحكام، ومش اضافه ليهم شخصيا. ال3 معروفين هم مين وشغالين فين. فبطالب الكابتن حازم امام دوت اول مسمار في نعش التحكيم المصري للانهيار عدم وجود رئيس لجنه حكام قبل يوم 24. تمام. سعيد حمزه، حكم الدرجه الاولى السابق والمحلل التحكيمي، شكرا جزيلا ليك. تحياتي ليك يا كابتن جهاد والمستمعي اذاعه شباب الرياضه الاذاعه الرائده.